الحقيقة بسرعة اعملي سردين العيد ده بيستوي في 4 أيام بس. كل اللي عليكي يا قمر انك هتمشي معايا في الخطوات مظبوطة هيطلع معاكي احلى سردين. مش هيفرق معانا بقى صابح او مش صابح، عشان في ناس كتير بتقولك لازم السمكة تكون صابحة. ابدا والله، قدامكم كرتونة سمكة اهي بحالها، اللي هو شبيه الماكريل، بيسموه سردين. تمام، ده اللي هو بيبقى السردين البلدي. في نوع تاني بردك اسمه سردين بلدي، زيه برضو، بس بيبقى من بره كده له قشر خفيفة، لكن ده من بره نضيف. تمام. سبت الكرتونة اما فكت وغسلتها كويس جدا تحت الحنفية، وصفيتها لمدة 6 ساعات. وبعد كده جبت كيلو من السمك ووزنته بعد ما اتصفى. تمام، وجهزته معايا. انا هعمل كيلو كيلو. تمام كده. بس هنا انا ضفت كمية الملح كمية كبيرة، لو هتعملي كيلو يبقى 4 معالق ملح ومعلقة بابريكا ومعلقة شطة، لكن انا هنا هضيف كمية كبيرة، فضفت كيلو من الملح، وحوالي 4 5 معالق كده من البابريكا، و4 5 معالق من الشطة. تمام. وهنا جهزت الاكياس بتاعتي، جبت الكيس وضفت كده في الارضيه بتاعه الكيس رشه كده من الملح على بابريكا على شطه، وده كيلو السردين اللي انا وزنته. ابتديت ان انا املحه بالطريقه اللي احنا شايفينها دي، يا دوبك بس بتاخدي السمكيه كده وتملحيها الوش والارضيه وتدخليها جوه الكيس. وهنا تعملي عكس عكاس، يعني ضفتي السمك مره من الناحيه الراس الناحيه دي، مره تانية الديل الناحيه التانية. وقبل ما تربطي الكيس بتضيفي عليه ربع كوباية من الزيت، وتفرغي الهواء اللي داخل الكيس وتربطيه، وتدخليه جوه كيس تاني وتربطيه. تمام. وبعد كده بجيب علبة زي ما احنا شايفين اهي، واقفل عليه كويس جدا. العلبة هنا مش راضية تقفل، فانا جبت لها لزق اللي هو بلاستر وقفلت عليها كويس جدا. وابتديت ان انا ارصهم في الكرتونة بتاعت السردين. طبعا بعد ما فضيت منها السمك سبتها كده. تمام. وهعينهم بقى في فرن البوتاجاز او في ظرفة مطبخ تكوني مش بتفتحيها، وتسيبيهم لمدة 4 ايام. يومين هتقلبي العلبة على وشها. تمام، هي معدولة. يومين هتقلبيها على وشها، يعني يومين هتسيبيهم على الوش ويومين على الظهر. تمام. وبعد 4 ايام هتبتدي ان انتي تفتحي عليه وهتاكلي احلى فسيخ. يعني يا حلاوتك يا جمالك، خليت لي الحلوين ايه. شايفين بجد جماله تحفة ما شاء الله. وكفكرة مشروع حلوة جدا. لو حابة تعرفي تفاصيل اكتر يا قمر، الفيديو موجود عندك على القناة. هتكتبي السردين في 4 ايام وصفات اميرة وجيه هيظهر لك على طول. تمام.